السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. رمضان مبارك سعيد. الله يدخلوا علينا وعلى جميع الأمة الإسلامية بالأمن والأمان والسلم والسلام. اليوم لا فيديو ديال اليوم غادا نخصو من أشهر الأطباق المغربية اللي كتكون حاضرة بقوة في المائدة المغربية، خصوصا خلال رمضان، وهي الحريرة. انا كتشوفوا هنايا شديت واحد الكميه ديال الطماطم وقسمتها على جوج ودرتها في الماء تغلات وصافي وطحنتها في هاد الطحانه. تقريبا كدرت تقريبا واحد نص كيلو مطيشه اولا طماطم اللي كتكون طيبه. ملي عصرتها غادا نجيب الحمص، انا كنديرو هكا بقشورو، وكندير واحد هنا نصف حبه ديال البصل مفروم، السمن اللي هو ملعقه صغيره انا ضروري كنديرها، وهنا قطع اللحم اللي هي اختياريه تقريبا واحد 150 غرام. بالنسبه للعدس راه كنقيه وكنخليه حتى كندور، نبغي ندور الحريره ديالتي وهكا. علاش كيبقى ليا زوين هذا الكرافس؟ فانا كنحتفر بهاد الجذور اللي هما لانهم كلهم فيتامينات وكيعطيو الحريره ديالتنا واحد المذاق مزيان. فكندير كندير هاد الاعراش، كنديرهم ما كنقطعهمش. صافي كنجيب كميه ديال القزبر والمعدنوس وكنغلب الكرافس على هاد الكميه. كنقطع انا منوع واش كندير الربيع في المجمد اولا كنقطعو في الهاشوار. الا قطعته في الهاشوار كيعطينا الحريره كتجي بحال يعني هذاك ملكوك، هذاك الربيع ما كيجيش هو هذاك. فمن الاحسن نصيحه انكم تقطعوه لانه ما غيستغرقش معكم حتى 5 دقائق وهكا، وكتجيكم الحريره ديالكم زوينه وفيها واحد النسمه اللي هي ديال ديال الطراوه ديال الربيع، لانه الا بقى في المجمد فراه ما كتستافدوا منها حتى حاجه وما كتجيش هذيك الريحه طاغيه في الحريره ديال الكرافس وهما طريين. بعد ما قطعتهم غادا نحتفظ بكميه، وهذا السر من اسرار الحريره ديالتي، كتجي لذيذه. وكندير الجزء الكبير كنديرو في الاول، كندير اقل من ربع كاس ديال الزيت نباتيه ونص ملعقه ديال الابزار والقزبر يابس نص ملعقه وملعقه صغيره ديال الكركم وواحد نص ملعقه ديال الزنجبيل ونص ملعقه ديال التحميره، وكاين اللي كيستغنى عليها وانا ضروري كنديرها في الحريره. والملحه بطبيعه الحال على حساب الذوق، وكما كنعرفوا حنا ما كنذوقوش هاد رمضان سبحان الله كتجي الحريره هي هذيك. انا هنا غادا نبلل بالماء غليان وغادا ندير الحريره ديالتي كطيب تقريبا واحد 25 دقيقه. غندوز لثاني طبق ديالنا وهو المخمار معمر بواحد الحشوه اللي هي كتجي لذيذه، مخيمرات صغار في مقلاة. غادا ندير مزيج ما بين زيت نباتيه وزيت الزيتون صافي. هنا غادا نجيب غير البصله خضاريه، غادا نكون قطعتها هكا في الهاشوار. انها دابا بدات كتزين هذيك البصله الخضاريه، بدات كتعطي واحد الكركوبه وكتجي زوينه. وغادا نضيف الفلفل الاحمر الحلو، انا راه شاده قبل ما يغلى، ماشي غير كنخليه بلا بلاستيكه، كنلقاه باقي كيبرك في الثلاجه حتى ل 15 يوم ما كيوقع له والو. كندير الملح وكنخلي هذا الخليط حتى كيدبال. من بعد انا غندير هنا تقريبا واحد 150 غرام ديال اللحم مفروم، سواء الديك الرومي اولا ديال البقري. كندير العطريه اللي هي الكركم والكمونه والابزار والهريسه. انا بالنسبه لي ضروريه في هاد الحشوات، فهنا درت غير شويه لانها كانت قادت ليا، فغادا نضيف واحد القليل في الاخير من السودانيه والربيع اللي كنخليه حتى كطيح ليا البصله وكتبدا كتشحر هذيك الكفته. كنخلي هاد المكونات حتى كتدبال وما كتنشف من الماء ديالها، ما كتبقاش طالقه ليا الماء، وكندوز باش نعجن. انا عندي نص كيلو ما بين الطحين الابيض والقمح الصلب فينو، تقريبا، والطحين الابيض راه غالب على الفينو. صافي الخميره والملحه وكنعجن العجين ديالي عادي، عجينه المخمار، سواء عجنتوها باليد اولا بالعجانه اولا. كنخليها مهم ما مرخوفاش بزاف وما قاصحاش، لان انا مازال غادا نعمروها بالحشوه.
ونصيحه مني، انا راه خليت المخمار فات ليا في وقته، فدرت بالي مع بزاف الحوايج، كانت عندي العجينه، كانوا عندي بزاف الحوايج، فخمر ليا يعني فات الحول، يعني تقريبا غتخليوها 10 دقائق وتبداو طيبوا فيها. هنا غادا نديرهم كويرات اللي هما صغار قد المشماشه، ما كيعجبنيش انني ندير مخماره اللي هي كبيره. صافي غنستمر هكا حتى نكمل الكميه ديال العجين اللي معايا كامله، يعني نغطيها ونخليها حتى نخليها حتى ترخى في واحد 5 دقائق. وهنا غادا نستعن بالطحين من بعد ما باش نبسطهم، غير كنبسطهم غير من جهه وحده، اللي غادا تكون فيها الطحين. صافي وغندير واحد الكميه ليا صغيره من الحشوه. دائما ملي كنكونوا نبسطوا فنركزوش على الوسط، نركزوا على الجوانب، ونحاول نهز الجوانب الفوق، ونحاول انني ما نمسهاش بداك الخليط ديال الزيت نهائيا باش يلصقوا ليا، باش تلصق ليا الحشوه ديالي. صافي وكان بغيتو تبسطوهم اكثر من هذيك بسطوهم، بغيتو تخليهم هكا، بغيتو غير تخليهم في هذا الحجم فخليوه. صافي غادا نستمر هكا. وهنايا واحد النصيحه غادا نقولها لكم، بان الكفته كتبدا كتجمع، فباش ملي كتبداو كتبسطوا فيهم باش ما تخرجش لكم في الجوانب، فحاولوا تمعكوها مزيان بواحد الشوكه، عاد عمروا بها الحشوه ديال، عاد عمروا بها هكا، معكوها مزيان هي وداك البصل. فراه هكا واخا كتبسطي المخماره ديالك فراها ما كتخرج لكم الجوانب وما كتعطيكش هذاك بحال الحبوب، لانها كنعرفوا بان اللحم مفروم كيتجمع من بعد ما كيطيب، كيبدا كيتجمع ليا كتل. لهذا كما قلت لكم فحاولوا انكم تضغطوا عليها بعد ما تكملوها مزيان. مهم ما تفوتوش 10 دقائق ورجعوا بداو كطيبوا فيهم مباشره، يعني ما كيبغيوش يخمروا بزاف. وهاد المخيمرات كيجيو رائعين وكيجيو بنان، وفي نفس الوقت ما كيضروش، كيجيو خفاف على المعده. ان شاء الله يعجبوكم. صافي كندير هكا، راه كيجيو غير صغيورين، راه هما صغار ويعني وحلوين حتى في الشوفه وفي الماكله ديالهم. انا شاركت معكم شحال من وحده. مهم ضروري الطحين كيكون غير في هذيك الجهه اللي كتجي يعني على برا، يعني في الجانب. اما الحشوه في البلاصه الحشوه ما كنديرش الطحين نهائيا. وملي كنكون نجمع الجوانب فكنهز الفوق، هانتوما راه كنهز الفوق باش ما تمسش ليا الزيت نهائيا ويخرج ليا الخليط ديالي. صافي غادا ندوز باش ندور الحريره ديالتنا. هنايا اول حاجه غادا نضيف العدس، وهذا علاش هنا السر. هنا عندي العدس اللي هي روميه، اللي عندكم بلديه ديروها مع الحمص. انا روميه باش تبقى شاده ليا في راسها، فخلطت واحد الكميه من الطحين مع الماء في الهاشوار باش ما يبقاوش ليا دوك التكتلات، دغيا كنخلطها يعني كتساعدني. صافي كندير هنا راه زدت حتى الماء. صافي غادا ندير هنا كما شاركت معكم الشعريه، خاصها تكون هذيك الرقيقه الصفراء باش ما كتجيكش معجنه وكتجي خفيفه في الحريره. صافي هنا درت معجون الطماطم اللي خلطته مع الماء، تقريبا واحد الملعقه كبيره خلطتها مع نصف كاس ديال الماء. ومن بعد ما هكا غادا نضيف هذاك القزبر والمعدنوس والكرافس اللي كتحتفظ بهم في الاول. صافي وكنبقى كنستمر هكا على عافيه مهيله والتحريك حتى كطيب ليا الحريره ديالي، وندوزو باش نبداو نطيبوا المخيمرات ديالنا هنا فين تعطلت عليهم. صافي غندير واحد المقلاة، غادا تهز لي واحد الكميه لا باس بها، ونرد بالي نقلبهم، يعني ما نخليهمش حتى يديروا يتنفخوا بزاف. صافي غنستمر هكا نقابلهم مزيان في الطياب ديالهم حتى كيطيبوا. ركزوا حتى على دوك الجوانب ديالهم حتى هما نوقفوهم هكا، ونبقاو ندوروا عليهم، ندوروا من الجوانب باش يطيبوا لينا، ما يبقاوش هذوك الجوانب خضرين.
وجينا حتى الشكل ديالهم كيجي زوين. هنا هادو اللي عزلتهم لكم راه خرجت ليا الحشوه، خرجت ليا مع الجناب. نستمر هكا حتى كيطيبوا كيجيو رائعين. وكان هذا هو لا فيديو ديال اليوم. هذه هي الحريره ديالتنا. كنتمنى والصراحه صدقوني ان الحريره ديالتي لا يعلى عليها، حريره اللي كتجي رائعه. انا شخصيا ما نقدرش نستغنى على الحريره ديالي، كتجي رائعه. هادو هما المخيميرات كما قلت لكم، كيجيو حلوين في الشوفه، في الحطه، في الماكله، وكيجيو بنان حتى في المذاق. هذا هو الشكل ديالهم. هنا غادي نقسم معكم واحد الوحيده. كتجي ديك الفلفله حمراء، يعني عطيهم واحد المذاق اللي هو لذيذ، فراه ممكن انكم تعوضوها بالفلفل الاخضر. كنتمنى لا فيديو ديال اليوم انه ينال الاعجاب ديالكم، وتشجعوني بلي لايك وبالتعليق الزوينه اللي محفزه. وشكرا لكم الناس كنتلاقى معاهم وكتقول لي فعلا القناه ديالك كتستحق انها تطلع. شكرا لكم، فبكم نتوما مازال انا مستمره في القناه. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.